دراج القيادي في حزب الحرية والعدالة إن هناك مبادرات عديدة للحوار مطروحة على الساحة المصرية، لكنه أضاف أن الأوضاع الراهنة من اعتقالات وعنف ضد المظاهرات السلمية لا تساعد أو تشجع على الحوار. لا نعلم أن هناك أصلا مبادرة للحكومة ولم يدعونا أحد إلى الحوار، ولكن هناك مبادرات كثيرة يعني مطروحة على الساحة منذ فترة طويلة، وينبغي أن نضع نصب أعيننا أنه في مرحلة من المراحل سيكون هناك بدون شك حوار بين الأطياف والقوى السياسية المختلفة لكي نخرج بمصر من الحالة التي هي عليها الآن يعني. فطبعا هذا مطلوب وضروري، ولكنه مع الأسف في هذا الوقت لا يوجد أي بوادر جدية لبدء مثل هذا الحوار. وقال دراج إن الدعوة إلى اعتذار الحزب عما حدث فيه نوع من القفز على الواقع، غير أنه أضاف أن جميع الأحزاب السياسية ارتكبت أخطاء، وأن على الجميع الجلوس معا وليتقدم كل من ارتكب خطأ باعتذاره. تصوير الموضوع كما لو كان ما حدث هو رد فعل لأخطاء من حزب الحرية والعدالة أو من الحكومة اللي كانت قائمة، هو الحقيقة في شيء من القصور عن الواقع، لأنه إذا كان هناك أخطاء، وده طبيعي لأنه أي قوة سياسية معرضة أنها ترتكب أخطاء، لأن جميع القوى السياسية اللي موجودة على الساحة أكيد ارتكبت أخطاء بشكل أو بآخر. فإذا جلسنا جميعا في إطار من الشفافية والحوار والمصالحة والمصارحة، ممكن جدا انه كل من يعني يظهر انه فعلا ارتكب خطأ في حق هذا البلد ان يقوم بالاعلان عنه صراحة ويعتذر عنه. أرجو منكما الإجابة إجابات مركزة وسريعة حتى نستكمل باقي فقرات المشهد المصري. أستاذ حسام، هل هناك أو هل حزب الحرية والعدالة وحده هو الذي أخطأ وهو المطالب بالاعتذار، أم إن جميع القوى السياسية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية؟ لا، خلينا قبل مرحله مرسي، يعني المرحله الانتقاليه لسه ما شفناش حتى. انا اقصد المرحله الانتقاليه، المراحل الانتقاليه السابقه عقب ثوره يناير. بالطبع يتحمل الكثير من شارك في استفتاء 19 مارس يتحمل هذا الخطا، ان هو ينزل يقول لا. الناس كتير كانت مع المقاطعه، فالمشاركه في استفتاء 19 مارس وعلى التعديلات الدستوريه ده كان بدايه الخطا. الخطا الثاني المشاركه في انتخابات واحنا عارفين ان هيبقى فيها تزوير، وعارفين هيبقى فيها بيع. الانتخابات اللي فيها تزوير، انتخابات مجلس الشعب او مجلس، ما انا بقول لحضرتك الخطا هو عيب الواحد دلوقتي لما يعترف بالخطا. لا طيب خلاص خلينا ما انا بقول لحضرتك قول احنا تزوير تقول انه كان هناك تزوير في انتخابات مجلس الشعب. في بلاغات اتقدمت، ادي حضرتك مثال ان في اكثر من 519 طعن اتقدم في مجلس الشعب في محافظه اسكندريه والبحيره ومطروح. بما قضى القضاء فيهم ما فيش حاجه اتحركت فيها، لان كانت كان في اخوانه للقضاء، وكان في تحرك اخوانه للقضاء في مجلس الشعب، في انتخابات مجلس الشعب التي تمت في العام الاول من الثوره. وكان في بعض القضاه قبل ان يصل الاخوان حتى الى السلطه التشريعيه. الاخوان وصلوا للسلطه من بعد اتفاقهم مع عمر سليمان على فض ميدان التحرير والمؤامره الشهيره اللي بدات معالمها توضح. خليني بس اكمل. فالغلطه الكبيره، ما هو في مغالطات معلوماتيه، ما ينفعش ان احنا يعني لابد ان نناقش هذه المغالطات المعلوماتيه. الغلطه بدايه الخطا من استفتاء 19 مارس، ودخلنا في النفق المظلم اللي دخلنا على انتخابات برلمانيه وبعد كده انتخابات شورى قطعناها. التيار المدني قاطعها اول ما عرف ان في، وجزء كبير من التيار المدني قاطعها لما عرف ان في هيمنه شديده. يعني ادوار الخراط من حزبكم ونجح فيها. اكمل ممكن بعد اذنك اكمل بعد اذنك اكمل ممكن. فبعديها بعد كده انتخابات الرئاسه، في ناس وثقت في محمد مرسي. في الجوله الاولى اخذ 5 مليون، ال 11 مليون اللي كملوا فقط. هذه هي الاخطاء التي تراها، يعني تقصد اخطاء اجرائيه، اجتهادات سياسيه خاطئه. الخطا الاساسي هو السماح وليس هناك محاولات لجماعه محظوره بانشاء حزب ذات مرجعيه دينيه ودخول الدين ورجال الدين في السياسه ومزج الدين بالسياسه، هو اللي دخلنا في هذا الخطا. خليني بس اكمل بعد اذن حضرتك. الخطا برضو الثاني اللي يتحمله الجميع هو الحيود عن اهداف ثوره 25 يناير، وده اللي الشعب المصري يوم 30/6 نازل عشان يصحح مسارها ويخلع عن نظام. اطرح السؤال على الدكتور محمد، النظام السابق. ما هي الاخطاء التي في رايك ينبغي ان يطالب بها الاخوان او يطالب الاخوان بالاعتذار عنها؟ انا الخص لك من دون الكلام اللي هو المحفوظات ده، المحفوظات والاناشيد والحاجات دي. طيب يعني هقول لك القصه في كلمتين بس. الحريه والعداله عندهم شويه اخطاء، لكن احزاب الشركه القابضه للاحزاب عندهم مؤامرات. في دليل يا فندم؟ هنقول حاجه النائب العام. طيب يعني مؤامرات
الشركه القابضه قدم دليل، عايزين لحظة دلائل. يا أستاذ طيب دلائل، ما مش عايزين كلام برضو يعني كلام كده نثري فقط. رأيي. انا لسه عايز اعرف ايه هي احزاب الشركه القابضه للاحزاب. ما تسمع يا حسام، ما تسمع يا حسام، انت طالقينك. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور. طالقينك عليا يا اهدى. اتفضل يا دكتور، ارجوك الوقت لن يتسع. تعلم وتكلم وتألم. دكتور محمد اتفضل. هكذا. شوف يا سيدي، الشركه القابضه للاحزاب دي راجل اعمال كبير بيقبض الناس. يعني الاحزاب في العالم كله الواحد بيدفع فلوس، حتى الحريه والعداله ده الناس في الاخوان المسلمين بيدفعوا 10% من دخلهم. يقال كده، يقال، انا ما معيش كشف ولا رحت، لكن يقال من الشائع. الناس في الكنيسه بيدفعوا الاعشار. شوف التضحيه في مصر، بيدفعوا الاعشار. في الشيعه بيدفعوا الاعشار. الشركه القابضه للاحزاب دي اللي هو راجل زعيم، حب عايز يعمل نفسه زعيم، فقال لك اعمل حزب. فلما ابتدى يعمل الحزب قال لك انا حزب واحد، اروح الترابيزه كده يبقوا قاعدين ابقى حزب واحد. لا، عمل له 6 احزاب. ال6 احزاب دي يجمعها مجلس اداره الشركه القابضه للاحزاب اللي هو رئيس، هو فوق الناس، وله في مجلس الوزراء الحالي 20 وزير. كل الناس اللي في هذه الاحزاب يا استاذنا بتقبض مش بتدفع. في ده يا سيدي اسمع، في ده احنا لسه ما فهمناش ايه هو. لحمك وشحمك، لحمك وشحمك. لسه لم افهم، والله لم افهم بعد. تقصد القوات المسلحه المصريه كانت 6 احزاب؟ يا سيدي لحمك وشحمك ينطق بهذا. لا يا سيدي اصبر. يعني حضرتك بتاخد من الاخوان فلوس؟ ما هو يا سيدي اصبر. انا مضطر للاسف مضطر ان اقاطعكما، ويعني ارجوك يا دكتور محمد اوصل فكرتك اسرع من هذا. تقدر تحميني من المقاطعه؟ اصل لو حكاوي قول لحضرتك. اتفضل. تقدر تحميني من المقاطعه؟ اتفضل يا دكتور. فالشركه القابضه للاحزاب دي فيها احزاب. صاحب الشركه القابضه دي اعترف في امريكا وفي الصحافه كذا مره، انا اللي بمول الحزب الفلاني، انا اللي بمول الحزب الفلاني، انا اللي بمول الجبهه الفلانيه، انا اللي بمول الكذا. ولم ينطقوا، لان هو اللي بيمولهم بالمال والسيارات والمقرات والبنرات وكل شيء. فاذا هم بيمارسوا السياسه زي اوفر تايم. من هم؟ لا بصوت عالي. كانوا المجموعه الاولانيه بتاعتهم في الانتخابات اللي دخلوا كانوا مسميينهم الشارع الكفته، احزاب الكفته. كانوا عاملين لبعضهم كده تجمعوا مع بعض الكتله يعني، فكانوا مسميينهم الكتله. انا مش قادر يا سيدي اصبر. نفسي اشوف لحضرتك دلائل على هذا الكلام. لو حضرتك بتتكلم ده طيب انا نريد دلائل. هقول لك الدلائل اهو. يعني البلاغات لو حضرتك كانت لم يعد هناك للاسف. لو حكاوي نريد ان نتابع احنا بنتكلم في قضيه يا سيد حسام، بقول لك انت نفسك بلحمك وشحمك ده لا حضرتك دفاع عن المرشد وعن جماعه محظوره.